الفيفا تقرر بمعاقبة قطر ومعاقبة منتخب تونس بعد اللي حصل بعد مباراة فرنسا، واللي طبعا منتخب تونس عمل إنجاز تاريخي وهزم بطل العالم بهدف مقابل لا شيء اللي سجله الخصري. طبعا منتخب فرنسا من 2010 ما تهزمش، استطاع منتخب تونس ان منتخب فرنسا يتلقى منه الهزيمة الأولى منذ 2010. لكن اللي حصل بقى بعد المباراة وبعد فوز منتخب تونس على فرنسا، المشجع اللي نزل واللي بتشوفوه معايا بعلم فلسطين في الملعب والكل تشجيع ويشجعوا فيه، وفلسطين فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. طبعا الكلام ده ما عجبش انفانتينو رئيس الفيفا، وقال لك ان اللي نزل الملعب ده هيتعاقب ومنتخب تونس هيتعاقب وقطر هتتعاقب وتفرض عليها عقوبات عشان اللي حصل. خلف اللي شفناه لما نزل مشجع في مباراة البرتغال واوروجواي ونزل بعلم البورنو العلم الملون بتاع المثليين، مفيش اي عقوبات حصلت عليه، ولكن علم فلسطين بيسبب لهم كارثه كبيره جدا. هو نزوله من الملعب مش ده اللي يحرر فلسطين، ولكن هو شايف ان هو عايز يظهر للعالم كله ان احنا كعرب بنحب فلسطين، وان احنا كشعوب احنا ما بدناش حاجه نقدمها غير الدعم لاخواننا في فلسطين وكل الدعم لاخواننا في فلسطين. وطبعا المشجع ده يعني النخوه خدته ان هو يعمل كده، كان يقدر وهو في المدرجات يرفع العلم، ولكن الكاميرات ما كانتش هتتوجه عليه. هو حب ان هو ينزل الملعب لان عارف ان هو لما ينزل الملعب هيعمل حاجة مثيرة للجدل وتخلي الكل ينتبه له. فطبعا بنتمنى ان قطر ما تسمعش الاتحاد الرئيس الفيفا ولا توقع عقوبة على تونس ولا على المشجع، لان هو كعربي النخوة خدته. شكرا جدا لحسن الاستماع والى اللقاء.